مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ليمته. اليوم مشاهدينا الكرام ضيوف حلقتنا ضيف الفقرة الأولى مرشح الدائرة الرابعة الأستاذ محمد ناصر البراك، وضيف الفقرة الثانية مرشح الدائرة الثانية المهندس حسام العتيجي. بداية مشاهدينا الكرام أرحب في ضيفي الأول أستاذ محمد ناصر البراك مرشح الدائرة الرابعة. حياك الله أستاذ محمد. شكرا لك أخوي بداح، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. حياك الله. بداية كالمعتاد أستاذ محمد، لماذا قررت خوض انتخابات مجلس الأمة الحالية؟ السؤال هذا دائما يسألونه، لكن بنجاوب عليه، بس تعطيني وقتي أجاوب عليه شوية. أيوة الله يهنيك، مشكور. اليوم الكل يعلم الحالة السياسية اللي قاعدين نعيش فيها اليوم في البلاد، وأنا أعتقد أن هذه الحالة هي الأولى والفريدة من نوعها في الكويت. هذه الحالة الأولى والفريدة من نوعها في الكويت، يعني في تاريخ الكويت السياسي السابق أول مرة يمر علينا بالكويت أن تكون عندنا حالة انقسام. احنا دائما كنا نتخوف من الطائفية ونتخوف من تفكيك المجتمع الكويتي وضربه وضرب وحدته الوطنية. اليوم انقسمنا، اليوم الشعب الكويتي انقسم إلى مقاطع وإلى مشارك، وهذه حالة خطيرة لازم نتوقف عندها شوية. أنا مش مع المعارضة طبعا، أنا الحمد لله عندي رؤية، عندي أفكار، عندي حلول. أنا مع المصالحة الوطنية، أن كل الشعب الكويتي يكون واحد بإذن الله. احنا اليوم نتكلم، لو تكلمنا عن الحكومة، صدقني الحكومة الكويتية طول السنوات السابقة لو لفيت العالم كله ما راح تجد حكومة نفس حكومة الكويت. أعتقد أنها حكومة مترهلة، حكومة ضعيفة، حكومة كانت تحاكي الأحزاب ولا تحاكي المواطن. نعم أستاذ حمد، راح نتكلم أنا وياك على الحكومة. خليني أتكلم على الأسباب اللي خلتني تخوض هذه الانتخابات. نعم. اليوم طال عمرك عندنا قصور في الأداء الحكومي، وهذا ما صرح فيه اليوم رئيس الوزراء. أعتقد صرح وقال احنا فعلا عندنا قصور في الأداء الحكومي. هذا اعتراف منه مو مني، أنا مش قاعد أهاجم الحكومة، أنا بس قاعد أبلغ الناس أن احنا اليوم في خلال الندوات الانتخابية اللي قاعدين نعيشها قاعدين نعبر عن رأينا، قاعدين نوصل رسالة إلى الحكومة، قاعدين نوصل رسالة إلى الناس اللي يديرون هذا البلد، واعتقد ان الرساله وصلت. حسوا فينا، حسوا في معاناتنا. هذا احنا ما دخلنا نظام مجلس الامه. اعتقد رئيس الوزراء قال احنا الان بصدد انشاء 50,000 وحده سكنيه، لان الكثير من المرشحين كانوا يركزون على القضيه الاسكانيه. اليوم لما نتكلم احنا كنا نضع البرنامج الانتخابي، طبعا البرنامج الانتخابي يكون للاحزاب وللتيارات والكتل، لكن اليوم احنا كمرشحين نتكلم احنا عندنا رؤى، عندنا افكار، عندنا كذا. لما شفنا القضايا اللي موجوده لقيناها كلها قضايا لو فكرت فيها تكون للمتاجرة السياسية أيام الانتخابات فقط. يعني لو جينا للصحة، التعليم، الإسكان، قضية البدون. لا أنا بوصل لك الفكرة. قضية البدون، كل القضايا اللي موجودة عندنا، حتى توقف التنمية، هذه من سنوات موجودة. يعني كل فترة انتخابات قاعدين نسمع كل هالكلام. اللي خلاني أترشح، هل إحنا الفترة القادمة راح يتغير معانا الطرح في الانتخابات القادمة؟ هل راح نسمع مرشحين يطرحون اطروحات غير تلك المشاكل؟ مشاكل اعتقد انها مزمنة، مشاكل تركتها الحكومة بلا حلول، مع ان حلولها كثيرة وسهلة وبسيطة. اعتقد ان الحكومة وقتها اللي فات كانت تستخدم اساليب عفى عليها الزمن ولا جدوى منها. انا بس ودي اقول للحكومة وانصحها نصيحة ان شاء الله من محب باذن الله، يا حكومة هناك سلاح قوي وخطير جدا، وهو سلاح الإصلاح. مهما كان، مهما أتى مجلس أمة متأزم، مجلس معارض، صدقيني وسيلتك الوحيدة هي الإصلاح. نعم. بالنسبة لكلامك أستاذ محمد ناصر البراك، الآن في الانتخابات هذه سميتها أنت فريدة. نوع من الفريد أن الحكومة الآن 2,000,000 دينار وزارة الإعلام بدعوة للمشاركة. لاحظها لأول مرة، الانتخابات اللي طافت واللي قبلها واللي قبلها ما سووا دعوة للمشاركة، لأن يمكن مقاطعون ومشاركون يعني فيها يعني فريقين. اصرفوها على المسجات يعني قصدك؟ لا، على المسجات، على الدعايات، على الدعايات. وهذا اللي احنا ما نبيه طال عمرك. كان من باب اولى هالمبالغ تصرف على امر ثاني، كان من باب احنا اليوم عندنا قانون الوحدة الوطنية، هذا كله هدر للاموال العامة. صدقني المشارك يعني اللي معارض بكيفه هو حر، خليه يعارض، المشارك خليه يشارك. انت اليوم شفت لي ما شاء الله الحمد لله، يعني انا قاعد اشوف الندوات وقاعد اشوف في حضور ما شاء الله كثير عند الاخوان، وقاعد اشوف الكل قاعد يطرح طرح راقي جدا، طرح كله اصلاح، والحمد لله.
ما له داعي يعني انا ما قاعد راح أشوف. نوصل وياك احنا في عمليه الندوات، بس خلينا ناخذ في جانبنا نفسه. قبيله الرشايده بالامس تحديدا شيخ قبيله الرشايده الاستاذ محمد المسيلم اعلن المقاطعه انتخابا وترشيحا لابناء قبيله الرشايده، وانت احد ابنائهم. نعم صحيح. بالمناسبه اوجه تحيه الى بقول الاخ عشان محمد المسيلم، هو شيخ معروف ما في شك، هو حر في رايه. احنا قاعدين نقول دائما احنا بالكويت عند نتقبل الراي والراي الاخر، هو حر في شانه يقاطع او يشارك. هناك ايضا من وجه دعوه للمشاركه، اعتقد كان ناصر ناهس البراك، خالد النمشان، حمدان النزال، اتوقع سليمان بن هديبان، واعداد كثيره. انا ما ابي احد يزعل مني يمكن ما ذكرت اسمه، لكن انا على عجاله كنت اشوف المسجات. كان هناك دعوه للمقاطعه، وايضا كان هناك دعوه للمشاركه حقيقي يعني. نعم. تعودنا دائما استاذ محمد البراك يكون هناك تشاوريه لابناء قبيله الرشايده، اليوم قاعدين نشوف 20 شخص قائد الانتخابات. شو الاسباب؟ ما فيها ترتيب بينكم؟ هني نتكلم لازم نقارن بين النظامين. النظام الانتخابي السابق اللي هو 5 دوائر و4 اصوات، ولازم نتكلم عن اللي هو النظام الانتخابي للصوت الواحد، 5 دوائر الصوت الواحد. انا باعتقادي الشخصي وجهه نظري، قد اخطئ قد اصيب، اقول ان نظام ال5 دوائر وال4 اصوات كان يقتل الطاقات الشابه لممارسه هذه العمليه الانتخابيه، يقتل حلمه في ان يكون نائب في مجلس الامه. هناك كانت تيارات مسيطره بالامانه، كانت كتل مسيطره، كانت هناك تحالفات، كانت هناك تبادل اصوات، وكان كل اللي قاعدين نشوفه تأزيم في تأزيم. اليوم في الصوت الواحد الحمد لله، انا قاعد اقولها دائما، قلتها بالندوه وقلتها بالتلفزيون، ان اي شاب كويتي لو كان عنده حلم ان يكون نائب سوف يتحقق، لان اي واحد يقدر الصوت الواحد يقدر يكون قاعده. نعم، انت قبل ما كنت تقدر تكون قاعده. اليوم احنا قاعدين نتكلم في ظل المقاطعه، متوسط النجاح الناس قاعده تقول بالدواوين، لان هذه تجربه اول مره نخوضها بالكويت. متوسط النجاح بالعاشر ممكن تقول 2000 2500. السابق كم كان النجاح؟ كان بالنجاح 12000 و13000. يعني انا اعتقد ان كل نظام انتخابي بالعالم لديه مزايا ولديه عيوب. كذلك ذكرت لك تصريح ان عفوا بس دعونا نجرب هذه العمليه، دعونا نرى ما هي سلبياتها، ما هي ايجابياتها. في تصريح لك على نفس هذا الموضوع ان قلت اسباب خشيه البعض من اليه الصوت الواحد بان طعن على وعي المواطن الكويتي الان لديه وعي وادراك وعارف من يرشح او من ينتخب بما يراه مناسبا. انت تقصد بذلك المقاطعين؟ نعم. من سؤالك نعم. انا والله ما بهاجمهم، بس انا بقول شغله، يعني المقاطعه هدم، انا اعتبرها هدم حتى لو كانت وجهه نظرهم صحيحه. المفروض، انا سمعت بديوانيه رجل فاضل، رجل كبير نقدره ونحشمه، قال يعني فكره عجبتني، او قال طرح عجبني، او قال يقول انا كنت اتمنى على المقاطعه يشاركون حتى لو كان بورقه بيضاء، ورقه بيضاء ياخذها، يحضر الى المدرسه، يضعها يعني اني انا شاركت، انا كذا. انا اتوقع يجب ان لا تترك البلاد بهذا الشكل. انا اوجه دعوه للناخبين للمشاركه لبناء هذا الوطن، لاختيار الافضل، وانا ما اقول اني انا افضل واحد، لكن اختيار الافضل والانسب للمرحله القادمه. نعم. ذكرت ان القضيه هذه الصوت الواحد او مرسوم الضروره الصوت الواحد، عدم اللجوء الى الشارع، اللجوء الى القضاء حسب ما ينص عليه الدستور. صحيح. شوف، احنا اذا تكلمنا على الحراك السياسي، الحراك موجود من زمان شارك فيه احمد الخطيب، شارك فيه عباس مناور، شاركوا فيه كثير من السياسيين السابقين، موجود عندنا. بس اعتقد ان هذا، انا مع الحراك السياسي ولست مع ادواته ونهجه. انا مع الحراك السياسي الذي يكون وفق القانون. بالعكس احنا دوله حضاريه، وهذا اعتقد صاحب السمو الله يحفظه قالها في خطابه، قال انا مو ضد انك تعبر من رايك، لكن وفق القانون ووفق يعني ان شاء الله ما يكون هناك تعدي على احد. عندك ساحه الاراده، تقدر تطلع، تقدر تعبر عن رايك. في الايام السابقه كانت وزاره الداخليه تخدم هؤلاء، تخدمهم. اعتقد كانوا يوزعون عليهم ماء، يوزعون عليهم عصير، لكن المسيرات اللي في الشارع احنا ما نقبلها، لاننا لا نعلم خطوره الموقف وعواقبها. نعم. كذلك ذكرت ان البعض اتهم من المجلس القادم بانه مجلس حكومي للنخاع. رديت انت قلت لهم الطعن في مقامات ورجال وابناء هذا الكويت، ليش يسبقون الاحداث بوجهه نظرك؟ ليش حكموا عليه واحنا لحد الان ما عرفنا من اللي نجح؟ انا كلهم ترى اهلنا وكلهم اخواننا، وانا ما ابي اتكلم حتى اي كلام او تلميح يكون يجرحهم او يضايقهم، لكن الكويت مو عقيمه، الكويت فيها ناس
قادرين على بناء هذا البلد. لو كانت الكويت عقيمه لكان توقف امر البلاد وخلاص كنسل مجلس الامه ونقعد خلاص. اذا ما في غيرها سياسيين، الكويت فيها اكاديميين، فيها ناس فاهمه، فيها ناس عندها رؤى اصلاحيه، فيها ناس شافوا الفتره السابقه عندك انت كانت تأزيم ايش عليه؟ اتجهنا للجانب السياسي وتركنا الجانب الخدماتي. جانب الخدماتي اللي قاعد اقول لك عليها، المشاكل السابقه اللي احنا لما كنا بنطرحها في برنامج الانتخابي ارتأينا انها مشاكل متاجره سياسيه تقال وقت الانتخابات. نعم. كذلك ذكرت أن الحكومة دائما مخيبة الآمال، يمكن حتى بداية حديثك، وثبت أن الوكيل المساعد في هذه في تغريداتك من خلال مفاجآت خيبت آمال كل المواطنين. ليش أنت دائما متحمل على الحكومة؟ لا مو الحكومة، مو الحكومة. أنا جتني اتصالات ذاك الوقت على وزير الوكيل المساعد للإعلام اللي هو يوسف مصطفى، ترى أخ عزيز وتربطني فيه علاقة شخصية. بس احنا الان لما نتكلم على الانسان او ننتقد المنصب اللي هو فيه، بالعكس هو شخص عزيز. اليوم الشعب الكويتي كان ينتظر مفاجآت، ينتظر قرارات شعبية، ينتظر امور كثيرة. هناك تسريبات من الحكومة كانت تسرب الى المواطنين ان هناك سوف تكون زيادة في الرواتب، سيكون كذا، سوف تسقط القروض، سوف مكتسبات تكون هناك يعني مكتسبات ان شاء الله شعبية. ولكن ذهب هؤلاء انتظروا امام شاشات التلفزيون لا يمكن لا ما يخالف انتظروا. فاعتقد ان الاخ يوسف طلع وقال هناك مفاجاه لاهل الكويت، تمام. فصعقوا ان الكويت دخلت موسوعه جينيس للالعاب الناريه. بالعكس احنا ودنا الكويت تفوز بكل شيء في كل الميادين، ودنا الكويت تفوز حتى في اساليب الاداره حديثه، في الابتكارات. ودنا الكويت تفوز في صناعات تكون عندنا تقضي على البطاله اللي موجوده. ودنا دائما احنا نحب الكويت مو ضدها، لكن احنا مع التخطيط اللي بالكويت والاداء. خلينا نتكلم في جزئيه الاستاذ الوكيل المساعد يوسف مصطفى. يمكن خان التعبير وهو اعلامي مشهود له يعني، فخان التعبير في كلمه البعض فسرها، واحنا دائما نقول الشخص يعرف ماذا يقول، بس ليس ذنبه من يتلقي المعلومه اللي ياخذها منه بمعنى اصح. خلينا ناخذك في جزئيه الاسم. محمد ناصر البراك، النائب السابق مسلم البراك، لك صوت قرابه فيه، هناك يقول ولد خالتك يقرب لك. القرابه طال عمرك اللي تربطني مع مسلم البراك انه هو كويتي وانا كويتي. مسلم البراك رمز من رموز هذه الدوله، رجل ما ننكر اللي فعل في محاربه الفساد وامور كثيره. مسلم البراك ينتمي الى قبيله مطير من الهوامل بالتحديد. احنا جيره معاهم، احنا جيره معاهم. نعم انا انتمي الى قبيله الرشايده المعروفه. نعم. ندوتك يوم السبت الماضي خلينا نتكلمها بشفافيه اكثر لمشاهدينا. نعتبر دائما الندوات اللي عندنا هني ليس على مستوى الطموح اللي تشوفها في السابق، بس تحديدا وهذه انصافا للحق محمد ناصر البراك كان ندوتك حضور اكثر من 2000 شخص. شنو كان الندوه هذه والحضور؟ شوف خبدا، احنا ما نبي المرشحين المنافسين لنا يحسدوننا. لا بالعكس هذه كلمه حق. بنقلل شوي من هالعدد. الحمد لله احنا اهلنا ان شاء الله يحبوننا، عارفين طرحي، عارفين انا شنو اللي ابي ان شاء الله اسويه حق الكويت ان شاء الله واهلها، لذلك حضروا واستمعوا لما قلنا ان شاء الله والحمد لله. وهذه ان شاء الله هذه ديمقراطيه، الحمد لله. احنا مقرنا ان شاء الله كان في شكل سلمي وبعدين عبر عن الراي، ومع انه كان في هناك يعني انتقادات لكن كانت انتقادات بناءه. في ارهاب فكري الان على الانتخابات اللي قاعد تصير؟ هو في ارهاب فكري الان. اعتقد ان في ندوه راح تطلع، في مسيره راح تطلع يوم الجمعه. اعتقد سمعت ان في مسيره راح تطلع، واعتقد هذه يعني ايصال رساله. اتمنى منهم الذهاب الى ساحه الاراده، التحدث بكل حريه حسب ما ينص عليه الدستور. نعم حسب ما ينص عليه الدستور. واعتقد صرح رئيس الوزراء بان يجب ان تكون هناك يجب اخذ الموافقه من الجهات المعنيه في الدوله، وحطوا اعتقد 6 شروط نعم. جاك تهديد اثناء ندوتك؟ حصل لك تهديد؟ لا الحمد لله. تهديدا؟ اكيد. لان عندنا معلومه انه حصل في تهديد، جاك اتصال على الندوه وما الندوه، وتحديدا عند منطقه الشيخ جابر. تهديد ان المقر يعني وجود المقر بنفس المكان يعني. لا بالعكس انا بقول لك شغله، مطير ربعنا واهلنا، وبالعكس انا كانوا عندي من مطير كانوا جو زارونا وسلموا علينا جزاهم الله خير. لا الكلام هذا غير صحيح، غير صحيح. عند جسر جابر تحديدا؟ لا غير صحيح، غير صحيح. ليش سميت مشروع حملتك نعم نستطيع ولا نخذلكم؟
والله بدون تزلف اقول لك ان هذا شرط جزائي حطيته على نفسي. مهاجمة المجلس القادم أن مجلس أنظم بطاحي، مجلس قبيض، مجلس سوف يكون حكومي، كل هالأمور هذه خلتني أفكر في شعار حملة يكون يعني أمسك نفسي فيها. اليوم المواطن الكويتي شو اللي يبي؟ يبي نائب يمثل تمثيل جيد. أنا مريت الدواوين، في بعض الدواوين مسكوني قالوا إن شاء الله احنا بنصوت لك، لكن ما نبيك تفشلنا بكرة. اليوم يبون واحد ما يروح الله يعزكم بكرة لما يكون قانون مهم للمواطنين أو يهم شريحة كبرى في المجتمع لا يذهب إلى دورات المياه. الله يكرمك ويكرم المشاهدين. أن لا يغيب وقت تصويت على قضية مهمة تهم الكويت وتهم شعبها. تريد نائب لا يقف أمام التنمية وتقدم هذه الدولة وتطورها، لا يرتمي بأحضان الحكومة، يعني لا يرتمي بأحضان الحكومة. نعم، أن يراعي مصالح في تجاوب كما أقسم أمام الأمير في نواب سابقين بشكل عام، نواب سابقين أخذلوا الناخبين لهم، أعطوهم كلام وتحت قبة عبد الله السالم كلام آخر. هذه اتركها للناخب واختياره. طبعا اكيد طبعا في الجيد، في اللي اداء ممتاز، وفي اللي اداء جيد، وفي اللي اداء متوسط، وفي اللي اداء رديء جدا. وهذه بس المواطن الكويتي دائما ذاكرته قصيره. صدقني المواطن الكويتي يعرف، ويعرف جيدا من سوف يكون جيدا اداء داخل قبة عبد الله السالم. لاحظ لك هجوم على مشروع جسر الاستاذ جابر، جسر الشيخ جابر الله يرحمه. شوف جسر جابر، احنا لازم نتكلم صراحه ونتكلم على احنا ما نبي نعم الشاشه قدامك ويقول نعم. ما نعم. كل ما انا اذكر مسلم البراك، انا بجيبها بهالطريقه، ان نتكلم ان كان هناك مشروعين قانون، واحد بالصوت الواحد وكان يدعم الجاسم الخرافي، وكان هناك مشروع اخر ويدعم محمد الصقر في الصوتين. الناس تصورت ان هذا المناقصه كانت ارضاء الى محمد الصقر لانه هو وكيل شركه هونداي. انا بالحقيقه لما الاخت اشواق المضف رفعت قضيه اعتقد، نعم، او قدمت شكوى نعم. الى النيابه العامه، انا وصلتني معلومات في الحقيقه ان ديوان المحاسبه رفض هذه المناقصه 3 مرات. الهيئه العامه للبيئه رفضت هذه المناقصه لانها كانت تؤثر على جون الكويت. اعتقد ان شاء الله اذا الله وفقنا ووصلنا راح تكون لنا وقفه نتاكد من شروط تلك المناقصه وانها تمت بالعداله. استاذ محمد، ذكرت انت اسماء شخصيات معروفه، شو الدليل؟ احنا هني احسن ناس نسمع، بس ما في ورق دليل واقع ملموس. انا كان ودي بدون ذكر اسماء. نعم بدون ذكر اسماء ان شاء الله، احنا مو قاعدين نسبهم، لكن اقول لك كان المفروض من الحكومه عدم على الاقل كان تاجيل على الاقل موعد الطرح. خلي احنا باقي علينا حوالي 4-5 ايام عن الانتخابات القادمه، خلي تخلص الانتخابات وتغر المشروع، مو مشكله. راح يكون في اعضاء مجلس الامه هم المسؤولين امام الشعب عن هذه كما يقولون عن هذه السرقه. المجالس هذه يمكن المجلس القادم نفس المجالس السابقه، لا مشاريع، لا تنميه، لا تطوير، لا وكذلك الحكومه. انا نظرتي تفاؤليه ان شاء الله، اعتقد ان شاء الله الكويتيين وان شاء الله، وما في احد ما يبي بلده تتقدم وتتطور ان شاء الله. انا ثقتي فيهم كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. متفائل في الحكومه القادمه؟ والله الحكومه القادمه يعني هي من الآن قاعدة سباقة في أنها سوف تكون هناك مشاريع تنموية وسوف ينطلق قطار التنمية. هذا اللي قاعدين يقولون الآن. أعتقد هذا للدلالة بأن المجلس القادم لن يكون مجلس حكومي، أو لا يريدون أن يكون لذلك المجلس شأن. أنا ماني عارف الآن، المواطن ضايع بالتصريحات اللي موجودة. مرة احنا اليوم نقول 250 دينار سمعت فيها بدل رفع بدل الإيجار، احنا اليوم ما شفنا شيء. قلت لك احنا احسن ناس نسولف. نعم نتكلم. نعم نتكلم. اعتقد يجب ان تكون لدي الحكومه ناطق رسمي يتحدث باسمها. عندهم ناطق رسمي وزير الاعلام، والنعم فيه الوزير مسؤول عن سياسه الوزاره. نريد شخص لو في وزاره الاعلام يعين ان شاء الله مدير اداره يتكلم يكذب يؤكد. هذا ما نريد. نعم. ايش رايك في الخدمات الصحيه عندنا بالكويت؟ والله خدمات رديئه وبشهاده الجميع. انا اتمنى من المسؤولين في حال أصاب أحد فيهم أسأل الله يقوله وعكة صحية أن يذهب إلى مستشفى الفروانية أو يذهب إلى مستشفى الجهراء، يأخذ ورقة، يقص ورقة، يشوف شو اللي قاعد يصير هناك. سوي مقارنة الآن بالكويت بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية، راح تجد الفرق. سافر برا الآن برا الكويت وشوف الدول اللي حوالينا. أنا ما راح أقول لك روح أوروبا وروح فرنسا وروح أمريكا، راح أقول لك روح للدول اللي حوالينا. شوفوا شلون ما شاء الله تبارك الرحمن الخدمة الصحية عندهم راقية، مباني متطورة جدا ذكية، هناك كوادر، هناك متخصصين، وهذا لا تجده
هنا في الكويت. شو اللي ناقص وزارة الصحة هنا تحديدا؟ عندهم فلوس، عندهم إمكانيات. صدقني ينقصهم الإرادة لبناء هذا الوطن، إرادة. يعني إرادة مليار صحيحة. و200 مليون ما تكفي، ما توفي معاه. نعم، يجب أن تكون هناك إرادة لبناء هذا الوطن، وهذا ما سنفعله إن شاء الله. أنت تقول أطالب المسؤولين يزورون مستشفى الجهرة نعم إذا مرض. نعم. بس احنا مشكلتنا الوكيل الوزارة في السابق مرض على طول غادر البلاد. يعني إذا أنت صاحب الشأن الوكيل وزارة في السابق نعم مرض يعني عالج بالخارج، ليش ما يعالج هنا على حال المواطن؟ هذا ودنا ان شاء الله، ودنا لا نريد ان نترك الجانب التربوي. تمام، انا اقترح تتكلم التربيه؟ لا بتكلم ان قضيه الازدحام المروري قضيه هامه جدا، قضيه تعطل مصالح المواطنين، قضيه تعتبر كارثه بيئيه ومن الملوثات البيئيه تعتبر. مو نعمه تعتبر؟ لا 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 لا, لا. تلوث ريادي الداخليه يقول نعمه. شنو شهاده الريادي؟ قيادي عسكري تطور لحد ما صار قيادي. لا خلي يراجع الكتب، يراجع النظريات. التلوث هناك الاصوات المزعجه تلوث، الاصوات المزعجه تلوث، الازدحام المروري تلوث، وما ينبعث منه من دخان. اليوم اقول لك الان ليش ما نفتح احنا جامعات بالمحافظات؟ افرع جامعات بالمحافظات، اخصص مكان. ما راح تروح الزحمه؟ صدقني راح تروح الزحمه. ليش ما افتح مراكز صحيه بالمحافظات، مراكز راقيه؟ ليش اخليها كلها بالديره؟ اليوم الكل قاعد يروح مجمع الوزارات يخلص اشغاله، ولا قاعد يروح جنوب السره. عدل ولا مو عدل؟ خليني اتوسع. ما شاء الله احنا 5% مساحه يمكن، او 7% حكومي في الاحمدي، مجمع حكومي في الجهراء. هذا النبي. وزاره التربيه انا ما ابي اترك الاستثناءات. الحين اي مواطن عنده حاجه بيخلصها لازم يبحث عن الواسطه. اليوم اللي صنعها هذه الحكومه طبعا. نجد بناتنا بالتربيه لما تخلص دراستها الجامعيه وتجي بتتوظف، بيتها بالفردوس يقطونها لك بالصباحيه، بيتها بالجهره يحذفونها لك برميثيه. هذا لا يجوز. امشي على البطاقه المدنيه كلهم. صدقني اللي قاعد يدرس بالرميثيه هو كويتي وجنسيته سوداء، واللي قاعد يدرس في الجهره هم كويتي وجنسيته سوداء. خلي الناس اليوم عندنا كارثه والله، يجب ان نجد لها حل. اشوفك مو متفائل استاذ محمد ناصر. لا متفائل بالعكس. انا لا متفائل. ليش؟ لان المشاكل هذه اللي موجوده كلها لها حلول. هذا اللي يخليني متفائل. وليش ما يحلون؟ احنا محمد دقيقه ليش ما يحلون؟ المجالس السابقه وينهم؟ الحكومه لا تريد الاصلاح، الحكومه ليس لديها الرغبه، الحكومه ليس لديها الاراده الحقيقيه لتطور هذا البلد. انا هذا قاعد اقول لك اياه. كل الحكومه شنو دور اعضاء السمه الرقابي؟ مو تشريعي ورقابي؟ انا عشان اكون منصف، اعضاء السمه السابقين لهم سلبيات ولهم ايجابيات، والكمال لله سبحانه وتعالى. انا اعتقد لهم سلبيات لهم ايجابيات، لكن ان شاء الله نتامل خير. قاعدين نسمع خير ان شاء الله من المجلس القادم. اليوم البلد قاعد يديرها صاحب السمو الله يحفظه، مو قاعدين نشوف المسؤولين الثانيين. الله يعينه نقول له ونشد على ايده. واللي قاعد يسوي ليش نلجا لصاحب السمو طال الله في عمره وهناك حكومه انا قاعد اقول مشكله من رئيس الحكومه ووزراء؟ نعم صحيح كلامك صحيح. هذه الحكومه تريد من الامير بان يفعل كل شيء لوحده، وانت قاعد تشوف الامير ما شاء الله عليه الحين قاعد يسوي كل شيء بنفسه. نقول المجلس القادم ان شاء الله، ونبي حكومه قويه متماسكه، نبي حكومه ذات تخصصات. خلينا نطلع من الحكومه الاحزاب والقبليه لارضاء الاحزاب والتيارات والكتب القبليه. عطني ناس يخدمون اهل الكويت، عطني ناس عندهم رؤى اصلاحيه ويتحرك، عطني برنامج قوي، عطني برنامج قد يتضمن. صدقني قاعدين يسجلون كل اللي قاعدين قال الان في الندوات. خذ الاطروحات هذه وضمنها برنامج عملك، وصدقني احنا معك، وراح نقول لك انعم الله عليك، وراح نقوم في القاعه اذا الله وفقنا، وراح نصفق الحكومه ونقول ما قصرتي، وراح نثني عليك. لكن اذا كان هناك العكس، لا، سوف نراقب وسوف نحاسب ان شاء الله. اذا الله وفقك في انتخابات ووصلت تحت قبه عبد الله السالم، ما هي اولوياتك الاولى؟ شنو القضايا الاولى اللي عندك انت راح تهمها؟ والله قضايا انا ذكرتها لك، قضايا مهمه. انا قلت لك هي قضايا كانت مزمنه. قضايا التعليم عندنا، شو المانع ان احنا اليوم نشكل لجنه من المتخصصين من الاكاديميين لجلب المناهج التعليميه بالخارج في الدول المتقدمه. يا اخي ادرس، شوف المناهج اللي موجوده. احنا للحين مع حمد قلم اليوم ايامنا قاعدين ندرسهم مناهج، الكل مراضي على المناهج اللي موجوده. اليوم المعلم
عطني وزاره التربيه ايش قاعد تسوي للمعلم وتطوره وتطور اداءه وتطور خبراته. خليهم يقولون لي غير الدورات العاديه اللي قاعدين يودونهم اسبوع واربعة ايام برا. هذا كله لا يجوز. لازم نطور المعلم، لازم نطور الفصول، لازم نستخدم ادوات التكنولوجيا الحديثه وندخلها في العمليه التعليميه. عندك ندوه بعد قليل مع نساء الدائره الرابعه ان شاء الله، واعتقد الله يستر عاد زحمه والاختناق المر قاعد اقول عنه، وان شاء الله اوصلهم ان شاء الله ما اتاخر عليهم. شنو هذا الاجتماع؟ هل الندوه شنو هي بالضبط؟ هي ندوه نطرح، عندنا طرح جميل لهم، عندنا رؤيه، عندنا مشاريع بقوانين مجهزينها من الان لهم تمس مصالحهم. نعم تهمهم تمس مصالحهم، وان شاء الله راح نقولها بالندوه، واعتقد ان شاء الله نتمنى منكم تغطونها معنا ان شاء الله. استاذ محمد ناصر البراك مرشح الدائره الرابعه، كلمتك الاخيره لمشاهدينا الكرام. والله اقول كل اهل الكويت اهلنا، وكلهم ان شاء الله نبيهم مثل ما عهدناكم بالسابق، شيعي سني بدوي احضري. اليوم واجهنا انقسام خطير، لا يتكلم لا عن الشيعة ولا عن السنة ولا عن البدو وعن الحضر، يتكلم عن ممارسة العملية الديمقراطية. هناك من هو مشارك وهناك من هو مقاطع. أقول للمقاطعين شارك، ساهم في بناء وطنك، هذا اللي أقدر أقوله إن شاء الله، وثقتنا فيهم كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. انتخابات بعد 48 ساعة يمكن تحديدا، يوم السبت القادم تقريبا. متفائل في المشاركة؟ إن شاء الله. من الناخبين الدائرة الرابعة؟ أعتقد سوف تكون هناك نسبة كبيرة من المشاركة. نعم يعني أنا أتوقعها بال30 بال35%. كالدائرة الرابعة؟ نعم لأن في حالاتها السابقة كانت أعتقد بال55 50% أعتقد. مع أن هناك يعني ناس قاعد تقرأ يمكن الخطوط معنى أصح في جميع الدوائر، يقول هناك مؤشرات مشاركة قوية. الله أعلم، أنا لا أعلم فيها، بس كل شرائح المجتمع شاركوا في هذه الانتخابات، وأعتقد أعلى نسبة ترشيح أنا قاعدين نشاهدها الآن، أعلى نسبة ترشيح لمجلس الأمة في هذا في ظل قانون الدائرة الواحدة، الصوت الواحد. نعم. شكرا لك استاذ محمد ناصر البراك مرشح الدائرة الرابعة، ونتمنى لك التوفيق باذن واحد. تسلم. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، وراح ننتقل للفقرة الثانية مع ضيفنا الثاني مرشح الدائرة الثانية المهندس حسام العتيجي. نشوف هذا التقرير ورد لكم مع ضيفنا. وجودي اليوم حق دستوري لي، كفل لي القانون اني اجي واحضر واسجل واشارك. انا يمكن قبل يعني ابناء الدائره يعذرون، انا حاولت اني اترشح من قبل وخذت تجربه، لكن الله ما وفقني سبحانه وتعالى. والسبب يعني كان النظام الانتخابي السابق اللي هو الخمس دوائر 4 أصوات. الخمس دوائر والاربع اصوات في وجهه نظري الشخصيه كانت يعني تكرس تحالفات، تكرس التكتلات، تبادل الأصوات. فما كانت لنا فرصة، احنا شريحة بالمجتمع موجودين، ما كانت لنا فرصة كشباب كعائلة كناس يعني مؤيدين لي، ما كانت عندنا فرصة. اليوم أنا قاعد أشوف فرصة، مع أنه صوت واحد أنا قاعد أشوف فرصة إن شاء الله جيدة وفرصة حلوة بإذن الله. والله أنا مع الحراك وحالة صحية في البلد، وإحنا دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات، لكن وفق القانون. يعني احنا صار لنا فترة في ساحة الإرادة، يعني أكثر يمكن قالوا 90,000، قالوا 100,000، قالوا 150,000. الحمد لله لا صار في احتكاك مع رجال الأمن ولا صار شيء، لكن الآن أنزل مسيرة بالشوارع والله ما أقبل. أنا شخصيا ما أقبل ولا أهاجمهم في نفس الوقت. كلهم أهلنا وربعنا، وكلهم محبين الوطن، والله كلهم يحبونه ويحبونه يمكن أكثر من إحنا كمرشحين الآن جايين نتقدم. لكن اليوم نبي نحترم القانون، اليوم عندنا قانون. اليوم نتكلم عن التنمية وين هي؟ وين التنمية؟ ما عندنا تنمية. احنا نتكلم من زمان التنمية 37 مليار ما أدري كم، وين هي؟ مستشفيات متهالكة، تكييف ما في بالمستشفيات، تكييف والله في مستشفيات ما فيها تكييف. أنا والله أحط كل شيء على الحكومة، أنا عن نفسي شخصيا كل شيء حمل الحكومة، وأنا مالي معارض إن شاء الله يعني كمعارض، لكن أنا عارض أي شيء ضد مصلحة الكويت راح أعارضه. أنا ما أقدر يعني ما في أحد يقدر يمنعني إني أنا أترشح ولا ما أترشح، لكن اكيد واجهنا في مقاطعه. الشعب الكويتي انتم عارفين منقسم الان، قاعد اتكلم عن انقسام، اتكلم عن حاله انقسام اليوم. يعني الشعب الكويتي اكيد نمر دواوين، في اللي مقاطع وفي اللي مؤيد، بالعكس. وانا لو ما كان عندي مؤيدين كان ما شفتني اليوم واقف قدامك اليوم قاعد اتكلم، ولا شفتني سجلت ان شاء الله اسمي. لكن الحمد لله املنا فيهم طيب ان شاء الله، كلهم اهلنا وكلهم ربعنا، وخلاص كفانا يعني كفانا تمزيق وكفانا امور.
يعني نتمنى نحترم القانون، نتمنى نشوف بلدنا ان شاء الله كجيرانها، يعني ما شاء الله قاعدين نشوف دبي، قاعدين نشوف السعوديه، قاعدين يتقدمون واحنا بمكاننا واقفين. نتكلم ان عندنا استثمارات وعندنا فلوس، لكن مو قاعدين نشوف شيء.